وعليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس وتختار الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد، وكومنتاتكم الجميلة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كنت عاملة حسابي نعمل لحمة ومحشي، طبعا صاحيين بدري عشان الدروس والخطة اختلفت. كنت عاملة لهم الصبح محمرة بطاطس ومش عارفة ايه، فقلت ايه اسيب ديت نكمله جنب المحشي، لانه كنت عملت كتير اخر حبة عندي وخفت يبوظوا، فقلت لا دام مش هنعملهم نعمل شعرية ونحمر بقية البطاطس. يلا بينا. ولعنا على الزيت، وفي حلة زي ديت هننزل بشوية زيت ونحط يسخن وننزل بالشعرية. نزلت بقى بشوية زيت زي دهوت ويسخن بس، ونقوم منزلين الشعرية ونوطي عليها ونقلبها سفيرة تبقى لون موحد. مولعة الكتل عشان عاوزين المية سخنة. الزيت سخن هننزل فيه بالبطاطس. طبقين شعرية كده زي الفل. بديل الرز الزيت هي اللي طلبتها، كنت عاملاها لهم قبل كده فقالت لي يا ماما اعمليها. طبعا ايدك فيها على طول، عاوزينهم لون موحد، ما تسيبيهاش بقى. يعني انا عندي مواعين في الحوض، عندي شوية تقول، فقلت ما ينفعش ان انا اسيب الشعرية واجي اغسلهم عشان ما تتحرقش. ايدك في الشعرية على طول. اسيب بقى التليفون واعملها عشان ما تتحرقش، مش عارفة اشتغل بالشمال خالص. وادي الشعرية تصير خالص الزهدة كلها لون موحد. هننزل بس معلقة ملح، وننزل بالمية السخنة. حتى انا المية بس مغطياها بس، ولما بتشرب ميتها بنحط لها معلقة زبدة ونظبط المية بقى ونغطي عليها. بتغطيها بس كده، ما تزوديش. ظبطت لها المية بتاعتها، نغطي عليها بقى، ولما تستوي خالص بنحط معلقة سمنة زبدة. شربت بقى ميتها، ادي معلقة السمنة الزبدة هنحطها عليها. نفتح الباب الاول للرز جاي من الدرس. هي ما شاء الله استوت. وهنا البطاطس هقلبها بقى واطفي على الشعرية كمان شوية. انا واقفة بروق الحوض. مواعين بسيطة بس روقنا حوضنا وخلصنا. عملنا البطاطس وضفنا عليها. عملنا طبعا اهيت، وهطفي عليها. هي كده استوت، بتستوي بسرعة على فكرة وطعمها جميل. جربوها زي ما انا عملتها كده وهتدعولي، وبألف هنا وشفا ليكم ولينا. الشعرية واحد والله العظيم بيعمل طبقين وما شاء الله جميلة. متنسوناش بقى بالاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس، واختاروا الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد وتعليقاتكم الجميلة. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاعنا مع خيارة بقى مع حبة مخلل. ويفطر الصبح كان على الصينية عشان لما بييجوا من الدروس لو انا ما عملتش اكل بيقعدوا ياكلوا، فانا عينه في التلاجة. وكده نحمد ربنا وفضله، وبكرة ان شاء الله نعمل لهم اي غدا تاني. واقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوناش بدعواتكم الجميلة وليكم منا بالمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.